ازيكم يا جماعة؟ معاكم محمد خليفة وجايب لكم النهاردة أخبار جامدة جدا. إيه رأيكم لو قلت لكم إن في جي كلاس أسرع من أي جي كلاس موجودة دلوقتي؟ والأغرب إنها معمولة تكريما للأسطورة لويس هامilton. استعدوا عشان الفيديو ده هيكون مليان تفاصيل كتيرة ومثيرة جدا. شركة التعديلات الألمانية HOF أعلنت عن أسرع جي كلاس في العالم وهي HOF سير كلاس. العربية دي اتعرضت لأول مرة في جزيرة ياس خلال سباق جائزة أبو ظبي الكبرى. والفكرة هي تكريم لويس هامilton السائق اللي عمل إنجازات خرافية مع فريق مرسيدس في الفورمولا 1، لأن ده للأسف هيكون آخر سباق ليه. طب إيه هي مواصفات HOF سير كلاس؟ العربية جاية بمحرك 4 لتر V8 قوته 1063 حصان، وبيولد عزم دوران 1300 نيوتن متر، يعني تقريبا نفس عزم عربيات الفورمولا 1. يعني لو قارناها بعربيات الجي كلاس العادية اللي عزم دورانها ما بين 300 ل 600 نيوتن متر، فالموضوع هنا مختلف تماما. ودي أول جي كلاس في العالم تعدي سرعة 300 كيلومتر في الساعة، وده كله مبني على نفس قاعدة العجلات الجي 63 AMG. العربية كمان أول مرسيدس جي كلاس تيجي بسيراميك بريكس. الأغرب إن مش هيبقى فيه موجود منها غير 11 عربية بس على مستوى العالم، وسعر الواحدة منهم 684 ألف دولار، يعني 35 مليون جنيه. التصميم الخارجي حاجة تخطف العين، فيها دهان متدرج الألوان وفيها لمسات باللون الأخضر المخصوص بفريق مرسيدس AMG بترونوس. كراسي العربية من جوه كلها جاية نابا ليذر أو جلد نابا الفاخر، وعجلة قيادة زي الفورمولا 1 بالظبط، يعني رفاهية مع رياضة في نفس الوقت. كمان قال فيرناند بيتر صاحب شركة HOF إن العربية دي مش بس تكريم للماضي لكنها كمان استثمار للمستقبل. لو كنت في الامارات وعرفت تشوف HOF سير كلاس على حلبة ياس مارينا خلال سباق ابو ظبي للفورمولا 1 يبقى كنت محظوظ. لو ما عرفتش تروح ما تقلقش، ادينا اهو قاعدين مع بعض، بس هجيب لكم كل جديد من عالم السيارات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناة خليفة اوتو وتقولوا لي رايكم في التعليقات. هل لويس هامilton كان يستحق التكريم ده؟ سلام.